الجديد والفرسان في دوري أدنوك للمحترفين بعيد عن صراع الهبوط. هذه الجولة رقم 23 اللي تشهد مواجهتي ديربي على صفيح ساخن. الشباب الأهلي الفريق اللي يختبر يحاول توريه بالمهارة. توريه لعب لكرة إلى تعربت لعيب يا تعربت أطلقها، لكن حارس المرمى أبعدها، حارس المرمى خلصها. عادل تعربت هذه ياما فعلها، واحدة ما بين الأقدام أخذ البرازيلي واحدة ما بين قدمي. الكرة راحت والمحاولة بتعدي إلى ركلة زاوية. لعيب هذا المغربي الأسد المغربي اللي مر تقدم راوغ، لكن الكرة بعد ذلك أيضا بتعدي إلى ركلة زاوية. هنا جماهير قديم يبدأ مشتعلا، كرة بتعود الآن محاولة وصلت إلى اللعيب إلى الممتع إلى عادل تعربت لعبتها ما بين الأقدام، نقلها عرضية، لكن الكرة عادت إلى ريان مينديز يخرج تحت الضغط بشكل ممتاز. مينديز والتمريرة لعادل تعربت وتمريرة في الأمام إلى توريه، لكن الكرة تتخلص أيضا هذه وتمر بتمريرة أمامية، لكن سمير بيخلص. عادت مرة أخرى المحاولة لسلطان لعادل إلى توزي. هكذا كان حديث المدرب غوران توميتش. كرة بتعود الآن محاولة تمريرة إلى تعربت وصلت إلى ريان مينديز بنقلة إلى اللاعب تعربت إلى توزي. هذه خطيرة تحقيقا للنقاط نادي النصر مع نادي الشباب الأهلي. تمريرة مصلحة اللاعب يوري تتخلص من أمامه، تعود إلى تعربت لرجعة اليمنى. برغش يحاول، يفضل العودة إلى عادل إلى برغش في الجهة اليمنى، نقلة لعادل مرة أخرى. عادل تعربت إلى برغش عنده زميل في الأمام، نقلة لريان مينديز وتمريرة لبرغش. محاولة ليوري سيزار لعب الكرة لكارتابيا يحاول، الكرة فيها تدخل وصافرة وخطأ. عادل تعربت هو اللي ارتكب الخطأ. طبعا ثالث الهدافين في كل البطولات تيغالي، أرقام وثقها الإحصائي حسين المنصوري للهدافين الإماراتيين التاريخيين في كل البطولات محليا وخارجيا. كارتابيا سقط على أرضية الملعب في هذا الديربي القديم. تاريخ هذا الديربي 90 وحل مهم لنادي الشباب الأهلي. كرة بتعود الآن تمريرة محاولة خطيرة. توريه كاد بأن يعادل النتيجة. توريه ضيعها، اللي كاد بأن يكون الرد سريع كما حدث في شوط المباراة الأول، لكن الكرة بتعدي والمحاولة بتمر إلى ضربة مرمى. الديربي المثير حتى هذه اللحظة. الأمور ما بين غوران وليوناردو نجمهم الأول، حلهم المهم. لعيب بفت جميل، لاعب وهو مش فت تشعر بأنه مش جاهز 100%، لكنه يقدم أداء رائع. اللاعب عادل تعربت مراوغة رائعة من عادل خلى كرة طويلة لم تصل. عميد في فرحة للمنافسين، للعين، للشارجة، للوحدة. تمريرة محاولة لمسة إلى عادل يحاول، الكرة فيها صافرة وخطأ لمصلحة اللاعب عادل تعربت. شباب الأهلي نذكر بأنه لم يخسر في آخر 6 زيارات له في هذا الملعب. شباب الأهلي يمتلك أطول سلسلة حالية من عدم الخسارة. حاول ملابا لم يكسب ركلة ركنية، عادت مرة أخرى لعادل وتمريرة، الكرة لم تصل إلى توريه، وصلت إلى يحيى. رمية تماس مايد الطنيجي لعب له كرة طويلة في الأمام. ملابا خطيرة، المحاولة يا حبيبي عادل تعربت اللعيب سجلها المغربي، والعميد لا يرضى بالهزيمة. عادل تعربت، يا عيني يا عادل، مزيان يا عادل، واعد
سجل الثاني، أعاد الأمور مرة أخرى إلى نقطة البداية، وتعرابت يرفض الهزيمة، يسجل الأجمل لعيب هذا المغربي، الأسد المغربي الممتع المغربي مايد الطنيجي، لعبها من الأمام إلى ملابة هيأها تعرابت يا تعرابت أطلقها والعميد في ديربي دبي القديم، هذا العنيد أزرق عنيد يسجل الثاني، يعادل النتيجة، أصبحت النتيجة 2-2، لكن يا له من تعادل، تعراب تعيدها مرة ومرتين وثلاث، أصفق لك يا عادل من كابينة التعليق على الهدف الجميل اللي سجله هذا النجم المغربي، رائع يا عادل، لعيب يبقى ممتع حتى وهو مش في أفضل حالاته، لكن الموهبة تبقى قائمة. هذه الصغيرة النصراوية سعادتها كبيرة بهدف سجل عادل، هو الأمتع، هو الأجمل بطاقة صفراء، لكنه يتقبلها بروح رياضية جميلة بالهدف الأجمل في دوري أدنك المحترفين، هذا الأجمل في دوري أدنك، لعيب عادل تعرابت يعيد الأمور إلى نقطة البداية والسعادة في كل الملاعب الآن بالنسبة للمنافسين، وتعرابت يترك أرضية الملعب مطرودا عادل تعرابت، سجل الهدف الأجمل. كرة القدم غريبة، قبل لحظات نتغنى في عادل تعرابت بالهدف الأجمل، لكن يتحصل على بطاقتين صفراء قد تكون هم الأسرع في تاريخ كرة القدم هذه من مايد الطنيجي، لعبها إلى ملابة هيها إلى عادل سجل واحتفل ورمى قميصه، تحصل على البطاقة الصفراء، تدخل على حارب بعد ذلك بثواني ليتحصل على البطاقة الحمراء، يترك أرضية الملعب مطرودا من هذه المباراة بالبطاقة الحمراء، لكنه سجل وترك بصمة جميلة قد تكون هي الأجمل في دوري أدنك. يا عيني يا عادل تعرابت، حطها على صدره وبعد ذلك رماها في الشباك، جعل الكل يتفرج يستمتع بهدف عادل اللي سجله في شوط المباراة الثاني. أصبحت النتيجة الآن 2-2. بعد ذلك كانت الفرحة، أطرق الأفراح في المدرج الأزرق، والأفراح في العين، الأفراح في الوحدة، الأفراح في الشارجة، والسعادة الآن لجماهير العميد اللي يرفض الهزيمة. سجل التعادل، والنصر وشباب الأهلي حبايب في هذا اللقاء في ديربي دبي الأمور